مجاملة. ايش قد ما تحكي بهذا الموضوع مال المجاملة قليل. ما أخرنا وما رجعنا 100 سنة لي ورا إلا المجاملة. نعم أحيانا مطلوبة المجاملة، بس المجاملة الحق يسموها، أن تقول الحق في إطار من الأدب، هذه جميل. بس احنا لا، المجاملة دمرتنا. ياما اكو شباب منعناهم من ان يبدون آرائهم بسبب المجاملة. ياما اكو ناس والله لا يستحقون سوى العقاب، احترمناهم بالمجاملة وكرمناهم بالمجاملة. ياما اكو ناس قعدناهم في موقع غير موقعهم، المكان مو إله، وقعدناه بيه بسبب المجاملة. ياما اكو طلاب رسبة وبسبب المجاملة. ياما اكو شباب تدمر مستقبلهم بسبب المجاملة. بنات بعمر الورود زوجوهن الاشخاص دمروهن وطلقوهن ورجعوهن لبيوت اهلهن بسبب المجاملة. يعني من هو ولد مو خوش آدمي أنا على شنو أطي بنية؟ على شنو؟ ليش أجامل؟ مو هذه بنتك لحمك ودمك وعظمك، ليش تشمرها الشمرة هاي؟ والله لأنه أنت تجامل أبوه أو أبو صديقك. ومن يدفع الثمن؟ يدفع الثمن الولد والبنية. منتبه جنابك لو ما منتبه؟ لو يتعارك الأب ويا الأب يدفع الثمن منه؟ الزوج والزوجة، الابن والبنية يدفعون الثمن. شنو هذه؟ شنو الحالة هاي؟ ليش؟